بيوم الصعيدي بيقول لي معاك بيوم الصعيدي محتوى كوميدي درامي. انا عملت فيديوهات على الصفحه عندي هاخدها منك وانا بتشرف بيك. اي فنان كوميدي بيقدم محتوى جميل عندنا في الصعيد انا بتشرف بيه وجزمتك فوق راسي يا بيومي. لاي حد بيقدم محتوى بيتكلم عن المشاكل اللي احنا بنمسها داخل الشارع وفي الشارع الصعيدي، هي دي الحاجات الهادفه اللي نقدر نخدم بيها مجتمعنا. استاذ بيومي راجل بيقدم محتوى كوميدي، طبعا شرف ليا وان شاء الله يكون لنا لقاء مع بعضينا انا وانت، وممكن انا اعمل معاك محتوى كمان او اقدم معاك حلقه عن الشاب. وتحياتي ليك. انا بحترم اي فنان كوميدي في الصعيد عندنا بالاخص بيقدم محتوى. اعمل حاجه عن الشبو، اتكلم عن اي سلبيه بتظهر في المجتمع، دي الحاجه اللي هتوصل للناس، ودي الحاجه اللي هتجيب لك نسبه مشاهدات وهتجيب لك لايكات وهتكسب منها، الناس تستفاد منها. يا ريت كل الناس، كل اللي بيقدم محتوى. تحياتي ليك بيومي الصعيدي، وشوف امتى نتقابل ان شاء الله. بس انا لغايه يوم السبت انا موجود في الغردقه ان شاء الله، معانا تغطيه عالميه كبيره هناك ان شاء الله. ليه لقاء معاك وان شاء الله نعمل دويتو كمان مع بعضينا عن الشاب، وانا اتمنى امثل معاك. ومعايا ابني كريم ايضا 11 سنه بيعمل حلقات جامده عن الشاب ويكون معانا ان شاء الله. تحياتي ليك اخونا المحترم الفنان الكوميدي المحترم استاذ بيومي الصعيدي. اخونا سنبل اللي بيقول لي ربنا يوفقك الى ما هو صالح وخير. تحياتي ليك. اخونا ابو يوسف آل موسى بيقول لي من السعوديه ربنا يصلح حالك، دعواتك اهم حاجه، دعواتك. رساله وصلت، وانتظرونا ان شاء الله في اكتر من لايف هيكون على تجاره الشاب. وتحياتي ليك اخونا بيومي الصعيدي بيقول لي ما فيه. وفي ظاهره سيئه جدا كمان كبيره، الابن بيضرب ابوه. والله العظيم كنت لسه هتكلم عن الموضوع ده، وكنت لسه هعمل لايف كمان على مشكله الاطفال في الشوارع، او زي ما بنقول بيعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. كنت هعمل ايضا لايف على مشاكل الاطفال في الشارع، وبتكون مشكله كبيره وفي ناس بتموت بسبب طفل، وكنا عايزين نوعي اهالينا شويه. يعني اي مشكله مع طفل اصلحهم مع بعضيهم وراضيهم على بعضيهم احسن من تفقم المشكله. تحياتي ليك. موضوع خطير جدا وظاهره خطيره جدا اللي عرضها اخونا المحترم الفنان الكوميدي بيومي الصعيدي، وهي ظاهره ضرب الابن لابوه وضرب الابن لامه. ودي فعلا ظاهره خطيره جدا هنتكلم فيها وهنبدا نسلط الضوء عليها ان شاء الله قريبا جدا. ابو يوسف آل موسى بيقول لي انت راجل خير، جزاك الله كل خير وربنا يوفقك. تحياتي ليك. اخونا بيوم الصعيدي بيقول لي والظاهره عامله تنتشر جدا، وانا عملت فيديو عن الظاهره دي، يا ريت كده اعمل افكاري. انا داعم لافكارك، هكون معاك وتحت امرك في اي وقت اجي لك لغايه عندك. انت كل اعمالك محترمه واحنا بندعم الاعمال المحترمه. تحياتي ليكم. وان شاء الله بقول لك كريم ابني كمان اخليه يمثل معاك ان شاء الله ويطلع معاك في ادوار، لان كريم بيعمل ادوار جامده جدا. ابعت لك حاجه منها لوحده من غير اي حد كده في الشارع، بتلاقي عامل دوره مسلسل جميل عن تجار الشبو. عمل لي فيديو من كام يوم هو واصحابه ان هم رايحين لتاجر شبو واخدين الذهب بتاع امه سرقه، وراح بيه لتاجر الشبو قال له انا عايز منك شبو. وتاجر الشبو ضربه الاول وقال له ايه معاك؟ قال له انا معايا دول، خد منه الذهب واداله الشبو. قصه كبيره. ربنا يوفقنا ويصلح حالنا جميعا ان شاء الله. تحياتي ليك ابو يوسف آل موسى. اخونا بيومي الصعيدي بيقول لي اتشرف بحضرتك وعلى راسي. تحياتي ليك اخويا بيومي، انا اللي بتشرف بيك. انا كل اللي بيقدموا محتوى وفنانين كوميديين كلهم اصدقائي المحترمين طبعا، وانا على راسهم طبعا الضوي. انا بحبه جدا وبحترمه جدا لانه بيقدم محتوى هادف فعلا، صديق عزيز علينا، وسبق ان انا عملت معاه اكثر من لقاء. تحياتي لكل الفنانين الكوميديين اصدقائي الاعزاء، وتحياتي لاخونا المحترم الفنان الكوميدي ابن الصعيد اخونا بيومي الصعيد. وان شاء الله هاخد منك كام مقطع كده ننزلهم على صفحتي عن الشاب، وبتشرف طبعا ان انا يكون لي صديق زي حضرتك. تحياتي ليك. تحياتي لابو يوسف آل موسى، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. طولت عليكم